مرت أيام بعد حادثة المراية، وسلمى بقت حاسة إن في حاجة بتراقبها طول الوقت. الكاميرا بتصور لوحدها، والنوافذ بتتقفل كل ما تيجي تخرج، وصوت همس بيجي كل ليلة من ورا الحيطة بيقول كملي الصفحة الأخيرة. في يوم صحيت تلاقي الدفتر اللي كانت حرقاه واقف على مكتبها سليم. فتحته ولقيت فيه صور ليها وهي نايمة، ومكتوب تحت كل صورة تاريخ مختلف. وفي آخر صفحة كان مكتوب اللي بيكتب النهاية بيموت بعدها. الجو بدأ يبرد فجأة، والإضاءة في الأوضة بقت حمراء كأنها دم. الصوت اتكلم من كل الاتجاهات مرة واحدة: ابدأي الجملة الأخيرة علشان نخلص. مسكت القلم وهي مرعوبة وبدأت تكتب: انتهت القصة لما. لكن قبل ما تكمل الأنوار طفت والبيت كله سكت. الصبح الشرطة دخلت الشقة بعد ما الجيران سمعوا صرخة قوية، ولقوا الكرسي فاضي، وعلى الجدار ورا المكتب كانت مكتوبة جملة واحدة بالدم: انتهت القصة لما سلمى اختفت. والأغرب من كده، الكاميرا اللي كانت بتسجل لسه بتشتغل، وفي آخر ثانية من الفيديو انعكاس في المراية بيبين سلمى واقفة ورا الضابط بتبتسم.